أول حاجة عندي كيلو من الطماطم، ولازم تكون طماطم جامدة وتكون حمرا بالشكل ده. كمان معايا نص كيلو من السكر، وباكت من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص ليمونة. دي المكونات اللي أنا هستخدمها في المربى النهاردة. تمام، زي ما بقول لكم أهم حاجة الطماطم لازم تكون جامدة، ما تكونش فيها حتت صفرة، لازم تكون حمرا خالص. تمام. بعد ما ننقيها كويس قوي وهنغسلها، هنيجي بقى في حلة كده على النار، هحط فيها مية سادة من غير أي حاجة. هسيب المية تغلي وابتدي اسقط فيها الطماطم بعد ما غسلناها طبعا. هقلبها تقلبتين كده، مش عايزاها تستوي تسوية كاملة، يعني يا دوبك تاخد كده غلوة بس على النار. أنا عايزاها تتشقق بس كده عشان تبقى سهلة في تقشيرها. خلاص هشيلها بقى كده من على النار بعد ما خدت غلوة واحدة، وابتدي اقشر. هنلاقي التقشير بتاعها سهل جدا، هي هتشق معاكم، فده هيساعد ان هي تتقشر بسهولة جدا، يعني مش هتاخد وقت ولا اي غلبة. هنبتدي بقى نمسك واحدة واحدة كده، شايفين القشرة بتطلع معانا بمنتهى السهولة. هنقشر الكيلو، هو الكمية كانت كيلو ونص أو كيلو، يعني تقريبا كيلو ونص. عبال ما بنشيل بقى القلب بتاعها، مش عايزين القلب خالص، وبنشيل القشرة، يعني بتصفصف لنا على كيلو بتاخد نص كيلو سكر على طول. هقشرها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهشيل القلب. اهم حاجة نشيل القلب. انا مش عايزة الطماطم او المربى اللي انا هستخدمها يكون فيها اي نوع من المية، يعني عايزة الطماطم بس تكون ناشفة، مش هستخدم القلب بتاعها. تمام كده. وزي ما قلت لكم لازم تتقشر، مش هينفع نعملها بالقشرة بتاعتها. تقشيرها بتطلع سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا هقشر الكمية كلها بالطريقة دي، سهلة جدا، بإيدك أو بطرف السكينة بتتشال القشرة خالص. شايفين؟ سهلة جدا، ما فيهاش أي صعوبة. هنبتدي بقى نقشر الكمية كلها، وبعد ما بنقشر الكمية كلها بفتحها نصين، وببتدي أشيل القلب زي ما قلت لكم. مش عايزة أسيب حاجة خالص من القلب ولا استخدمها. بصوا بتتشال بمنتهى السهولة. بنشيل بقى القلب خالص والمية بالشكل ده، يعني باخد بقية الطماطم اللي هي الناشفة خالص. شايفين؟ بس كده. هبتدي برضو أقطعها قطع صغيرة جدا، صغيرة خالص كده، زي أكني بعمل سلطة. هقطعها قطع صغيرة من غير القلب طبعا. شايفين؟ تمام كده. ونشيل القلب اللي فيه المية بالشكل ده. احنا ماشيين خطوة خطوة بالراحة عشان تبقى كل المعلومات بتوصل بسهولة، وميبقاش فيها أي مشكلة. خلاص أنا قشرتها وقطعتها وشلت القلب. تمام. الخطوة اللي بعد كده بقى هبتدي أقطعها قطع صغيرة جدا. قطعتها قطع صغيرة خالص، والقلب اللي أنا شلته ده طبعا مفيش حاجة بتترمي، ممكن أستخدمه بقى، أعصرهم بقى، أستخدمه في الصلصة، أعملهم صلصة أو أي حاجة. خلاص شايفين؟ دول هستبعدهم بقى، مش هستخدمهم. بالنسبة لبقية الطماطم اللي أنا قطعتها بعد ما قشرتها، هقطعها زي ما قلت لكم قطع صغيرة جدا أكني بعمل سلطة. خلاص أنا قطعتها وتمام التمام. طبعا قلنا هناخد الكيلو هياخد نص كيلو سكر، ونص ليمونة، ومعلقة فانيليا صغيرة أو باكت صغير. خلاص أنا هنا قطعتها. هروح بقى الخطوة اللي بعد كده، نروح بقى على النار في حلة تكون ناشفة مفيهاش مية، وهحط طماطم بالشكل اللي انتوا شايفينها كده. دي بعد ما اتقطعت خالص. شايفين؟ بتقطع قطع صغيرة جدا. يلا بقى نروح على النار ونشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. حلة على النار، وهبتدي انزل كده بالطماطم بتاعتنا في قاع الحلة، يعني هحط كده حبة صغيرين، وبعد كده هجيب السكر واحط شوية فوقيهم بالشكل ده. احنا عندنا نص كيلو، هنحط كده شوية مع معلقتين،
وبعد كده أحط كمان طبقة تانية من الطماطم، وبرضه فوقيها شوية من السكر، يعني طبقة وطبقة. شايفين بالشكل ده كده. نحط طبقة طماطم فوق السكر، وبعد كده بنحط سكر تاني، يعني معلقتين برضو بالشكل ده كده. يعني بوزع شوية وشوية، شوية طماطم شوية سكر فوقيهم، شوية طماطم، وفي الآخر بحط كل كمية الطماطم اللي متبقية، وفوقيها آخر شوية سكر، بس كده. تمام. بحط طبعا نص عصرة الليمونة بأعصرها، وأحط كمان باكت الفانيليا. تمام. كل دي المكونات بتاعتنا. نحط بقى الفانيليا ونعصر بقى نص ليمونة، مش هنكتر الليمون، يعني يا دوبك نص ليمونة حلوة أوي. وعلى نار هادية جدا ببتدي أقلب فيها كده، بتقعد معايا ممكن ساعتين 3 على النار، على نار هادية جدا، وبتستوي وبتبقى في منتهى الجمال، قريبة من مربى التين. يعني لو شفتيها ممكن تقول عليها مربى التين قبل ما تدوقيها. طعمها لذيذ جدا، شكلها حلو قوي. بتسيبيها لغاية ما تتقل كده وبتبقى زي العسل. مجرد ما بتتقل بنروح حاطين بقى عليها نص الليمونة، والنار زي الشعلة، النار هادية جدا، سيبيها ما تشيلهاش من على النار. تمام. هنقلب فيها كده. شايفين شكلها تحفة، وطعمها جميل جدا جدا. جربيها، لو انت جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها على طول. طبعا الطماطم متوفرة في أي وقت وطول السنة، فطول السنة هتعمليها لأولادك بمنتهى السهولة، وما بتبقاش غالية طبعا. الطماطم بيجي على أوقات كتير بتبقى رخيصة. اعمليها واحتفظي بيها في برطمانات في التلاجة، تقعد معاكي طول السنة. هنقلب كده. شايفين السمك بتاعها شبه مربى التين بالظبط. طعمها خرافة بجد، طعمها حلو قوي. بس وصلت للسمك ده كده، طبعا النار واطية جدا عليها. شايفين الشكل بتاعها. ايه رأيكم؟ شايفين شكلها بجد تحفة تحفة تحفة. كده خلاص حبايب قلبي، كده المربى كده استوت. خلاص انا هطفي عليها بقى النار، هسيبها لما تبرد خالص، واحتفظ بيها بقى في برطمانات كده في علبة، وبسيبها في التلاجة. طريقة سهلة وبسيطة تعمليها تفضل معاكي طول السنة. شايفين الشكل النهائي بتاعها؟ بجد جميلة جدا، طعمها وشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. أتمنى بقى ان انتوا تجربوها، وزي ما قلت لكم لو انتوا جربتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها. دي كانت حبايب قلب وصفتنا اللي عملناها النهاردة. عملنا مربى الطماطم، طعمها حلو قوي، شكلها خرافة. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.